برامج تونسية بكبرها على بعض، يا تكون يا ثقافية يا كوميدية يا سياسي وساعات رياضي. برامج هذا مكون من منشط وكرونيكيرات يكونوا يا ممثلين يا اعلاميين يا فنانين، ومرات تصيروا يجيبوا حالات اجتماعية ولا رجال اعمال للبرنامج. لكن الحاجة اللي يكون متأكد منها انه يصير برشا يجيبوا شيوخ. الشيوخ والأئمة في تونس رغم كثرتهم انك قليل باش تشوفهم في برنامج على التلفزيون. حاجة ثانية تضحك انه برنامج نص حلقاتها جايبين ممثلين تعاطوا ويشربوا في الكول. صور لك حاجة دير المنشط تلقاه ماخذ راحته مع الشيء هذا، بينما وقت اللي يجيبوك الشيخ ولا إمام تلقاه يناقش فيه على أقل تفصيل. ثم فيديو قديم كنت تذكروه وقت اللي الشيخ خرج من استوديو البرنامج بعمليات صحفية ماشي ستر يروح. باهي انا يجي في البركه يعيشك. شوف نعرف اللي في البلاد ثم كريز نتاع سكر وقهوه مش تعقماش تموتوا كان تمسحوا حوايجكم انتوما. شنو هذا العري لا شوف يعيشك العري لعنه ويزي فيه البركه. السلام عليكم يا شيخ احترم شويه يعيشك. شنو هذا يا شيخ؟ معناها صحفيه تدخل تقولها عري وغيره. يا شيخ يديك في شهرة هي بتاع برشلونة. لا والله مش معقول راهو هكا والله. الفيديو هذا ضرب في تونس. اول حاجه باش تلاحظ انه الشيخ عمل اللي عليه، الصحفي ما فهمش قدرها، جاي في برنامج في رمضان ماشي ساتر على روحه، والشيخ ما قبلش الشيء هذا وخرج بكل احترام. هذه حاجه شد لك انتباه هكاك المناشط اللي تقدم في البرنامج. تغشت من الشيخ كيفاش خرج بالرغم انه حاجه متوقع منه، والشيخ هذاك كيما كل علماء يبدا الشبهات. يعيشك شنو هذا؟ حاجه جايه في فيديو كل كورنيكير قال للشيخ يهديك ربي. يا شيخ يديك في شهرة هي بتاع برشلونة. لا والله مش معقول راهو هكا. يعني الشيخ اللي فهم قدره وعمل الصحيح يقولون يهديك ربي، اما الصحفيه والمنشطه اللي جايبتها هذيك يعتبرهم هديهم مربي. يعني عادي يشوف لك واحد ماشي في الشارع يقول له هديك ربي يمشي يسكر ولا تعاطى ولا اللي هو. فيديو اخر على الحوار التونسي ضرب العام اللي فات في برنامج واحد بروماك اللي يخدم فيه سمير الوافي واللي معروف عليه يعمل اي حاجه باش ينجح البرنامج، وديما يحاول يهندل ضيوفه ويعملهم تكركيك، ومازال مش فاهم شكون البهايم مازال يحضروا عنده البرنامج. في الحلقه الاخيره من البرنامج سمير جاب شخصيه ضربت في بعض البرنامج منهم الشيخ خميس الماجري وواحده رقصت عليه. طول الحلقه الاثنين قاعدين يتحاوروا في الدين والصحيح والغلط، والحاجه اللي تجلط انه الرقاصه تحاول تثبت للشيخ انه هي على حق وهو على غلط. أنا نقرأ قرآن شيخ. لا إله إلا الله. نستدعاك هنا. علي مين؟ يا الله. نستدعاك هنا. أنا نقول الصباح ويشد الصباح يا شيخ هربنا يا بلدي. تبدأ تنحت في ملحوظات ركيكة. هذاك أنا. من ينزل غارق في الحرام معك.